بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفنا النهارده الدكتور اللي خلى اجيال كتير من طلبه طب يحبوا الاناتومي بدل ما يخافوا منه، الدكتور اللي بيحول الماسلز والبونز والارتري سبلاي لقصص بسيطه ومسليه وسهله للطلبه يحبوها ويعرفوا يذاكروها كويس، الدكتور اللي ليه جمله احنا اتعلمنا منها كتير: مفيش حاجه صعبه لو فهمتها وتخيلتها صح. معانا النهارده دكتور وليد نصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا اخبار نور، حضرتك يا ومبسوط ان دكتور؟ انا معاك النهارده. يا اهلا وسهلا. عايزين نعرف اكتر عن الدكتور وليد وازاي يعني بقى دكتور وليد. انا دكتور وليد نصر، مهم. خريج دفعه طب القاهره فرع الفيوم. اوكي. احنا كنا كجامعه فيوم كنا فرع من جامعه القاهره. تمام. فانا لغايه دلوقتي افتكر ان احنا كنا في سنه ثالثه بنروح ناخد باثولوجي في القص العيني، ورابعه نروح متحف الشرعي بتاع القص العيني، وخمسة نروح يومين راوند الأطفال في القصر العيني. وكنا مسمينها رحلة الباثولوجي ورحلة متحف الشرعي، ليه كنا بنروح الدفعة كلها مع بعضها فناخدها رحلة وبنتعرف أكتر على بعض وكده. الستة كلها خدناها في القصر العيني. ما شاء الله. فالواحد يعني شاف أساتذة كبار في القصر العيني زي دكتور حسين خيري، والواحد كان منبهر انه بيجي كل يوم الساعة 7 الصبح يدي محاضرات مراجعة كده، يعني غير المحاضرات العادية اللي في الأقسام. مهم. دكتور موافي بتاع الباطنة بينزل محاضرات آخر يوم مراجعة. فالناس دي يعني علمته إن أنت إزاي تبقى معطاء وما تستناش حاجة. دول مم. الناس يعني الواحد كان منبهر بيهم وفي شخصيتهم لغاية دلوقتي، وأثروا في الواحد. ما شاء الله. أنا خريج دفعة طب القصر العيني، طب القاهرة فرع الفيوم مهم. 2004. اوكي. خلصت ماجستير 2013، دكتوراه ما شاء 2017. الله. مم. اتعينت في وزارة الصحة سنة ونص، اشتغلت في مستشفى مركزي، واشتغلت بعدها في وحدة صحية. ما شاء تمام. الله. فترة مثلا يجي سنة. مهم. بعد كده اتعيننا، يعني قعدت سنة وشوية في وزارة الصحة، وبعد كده اتعينت في الجامعة مهم. من 2007 لغاية دلوقتي. ما شاء الله. اتعينت في جامعة الفيوم، وبقالي دي السنة الخامسة منتدب في جامعة الجلال. ما شاء الله. ما شاء الله. سي في قوي جدا ما شاء الله، وانا مبسوط ان انا بعمل مع حضرتك شرف لقاء، لي. طبعا ده شرف ليا كبير جدا يعني. احنا عايزين بقى ندخل اكتر في القصص بتاعه الطلبه في الجامعه. طيب، يعني ايه طب اصلا؟ يعني ايه ميديسين؟ يعني ايه ادخل ميديسين وازاي ادرس؟ يعني ايه؟ هو حاجة من ضمن المشاكل للطلبة اللي هو مش عارف هو داخل الكلية ليه. بالظبط. هو داخل الكلية مش عارف هو داخل الكلية عشان استخسار مجموع، ولا داخل عشان حاجة بيحبها، ولا داخل عشان أهله ضغطوا عليه عشان لازم تخش طب بالظبط. عشان كلية قمة. ايوه. فأنا رأيي إن مفيش حاجة اسمها كلية قمة، كل الكليات كليات قمة. صح مظبوط. يعني مظبوط. فهو مش عارف هو داخل ليه. عشان كده لما ساعات يجي لي طالب يقول لي مثلا يا دكتور انا عندي مشكله في الدراسه، فاول سؤال بساله له: هل انت بتحب الكليه مم. ولا ما تحبهاش؟ لان انا صح. مقتنع بمقوله قالها احمد حلمي في الفيلم ايوه. طب صناعي، اللي هو حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فانت لو بتحب الشغلانه اللي انت بتعملها او الحاجه تحب، انت طالب في طب مم. لازم تحب طب. مم. لو انت حبيت طب اوكي. وعندك باشن في المهنه، ده هيخليك مم. تبقى سكسسفول. صح اما صح. انت لو ما بتحبش الحاجه او انت جاي مضغوط، لا بصراحه مش هتأدي ومش هتبقى ناجح في المجال اللي انت فيه. صح. فده جزء ان الطالب يقول لك مثلا ايه: انا مش حابب البتاع. مم. او عشان كده بتضايق قوي من مقوله مهم. دلوقتي الطلبه يقول لك ايه: انا ببصمج الماده. بالظبط. كلمه يعني انت لو ما بتحبش الحاجه ما تعملهاش. مش هتنجح فيها اساسا. صح. فانت جزء من نجاحك انك تحب الحاجه اللي انت مم. بتدرسها. صح صح. ده جزء من مشاكل الطلب، ان هو مش عارف مم. هو داخل طب ليه. انا ما عنديش تارجت في الحياه. فهو لو عنده جزء مم. من ان انت تبقى ناجح ان انت عندك تارجت. اوكي. طول ما انت عندك تارجت ومحدده في اوكي. اي حاجه بقى، طول ما انت طالب بعد ما صح افتر جرادويت بعد ما تتخرج صح هتبقى ناجح في المجال بتاعك. صح. طب هل ده بيبقى من الطالب ولا من الاهل ذات نفسهم؟ يعني الاويرنس دي لازم يبقى الطالب هو اللي لازم. طبعا في جزء منها كبير على الطالب مهم. وفي جزء على الاهل. مهم. فلازم الطالب يبقى عنده يعني حب في الكلية، عنده مهم. انتماء للكلية صح. اللي هو فيها. اوكي. لو ما بيحبش الكلية لا لازم يحبها.
يعني حتى لو دخلت في فتره من الفترات غصب انت لازم تحب المجال اللي انت شغال فيه. صح. فانا شايف ان هو جزء مم. من الطلبه حته ان هو مش منتمي للكليه اللي هو فيها، مش حاببها، دي حقيقة. فلازم تنمي فيه حب. عشان كده انا مثلا ممكن ازعل لما يعني ايه طالب ما بيحضرش محاضرات او قاعد في البيت. هو الفكره مش في المحاضرات ان انت بتتلقى انفورميشن، مش بتتلقى معلومات بس. صح صح جزء منه ان انت بتتعلم هاو تو ثينك، ازاي تفكر. صح. جزء ان انت بتتعلم ايثكس، بتتعلم ازاي تتعامل مع زمايلك، ازاي interaction. تتعامل مع اللي اكبر منك، ازاي تتعامل مع المريض بعد كده. فدي الفكره، مش الفكره ان انا جاي اقول لك معلومه وخلاص. صح انا صح. بعلمك يعني اسلوب حياه يعني بشكل عام. مم. فانت الناس اللي هي مثلا بتقعد في البيت وكده وتذاكر، ممكن ياخد انفورميشن. الانفورميشن موجوده في اي حته، صح بس صح. الفكره الحياه نفسها انت بتفتقد الحاجه معايا. هي دي صح. الفكره دي حقيقة فعلا. طب يعني الحتة ديت اللي احنا بنتكلم فيها مهمة جدا. هل نقدر ان احنا نلاقي الباشن بتاعنا جوه حاجة مثلا احنا داخلينها بسبب مجموع، مثلا ان احنا استخسرنا مجموع بسبب اهالينا؟ يعني نقدر نلاقي الباشن بتاعنا ازاي في ميديسين، وازاي ندور عليه؟ يعني مش ان احنا مدفونين في كويزز ميد تيرم فاينل. طيب هو انا برضو هنطلع من الموضوع ده لحاجه، ان جزء كبير من طلب الطب يقول لك الاسترس والضغط بتاع الدراسه. ايوه. وانت طالب في طب، هو انت بتخرج؟ لا، هو طالب طب زيه زي اي طالب عادي. هي الفكره صح. ان انا يبقى عندي بالانس ما بين المذاكره بس. وبين لو انا عندي موهبه ما تفنهاش ان انا دخلت الكليه صح. فما اعملش يعني ما امارسش انشطه. لازم امارس انشطه ولازم امارس حياتي. صح صح. بذاكر وعندي هدف ان انا ابقى دكتور ناجح، ان انا عندي هدف كذا، بس عندي سوشيال لايف دي ما تتاثرش طول ما انا في الكليه. انا عارف اللي هو لو انا بلعب تنس هلعب تنس، انا بلعب عن نفسي بلعب فولي مفيش مشكله خلاص. فالهوايات دي هي اللي بتخليك تكمل في الكليه، وهي اللي بتديك البوزيتيف فايبز انك تكمل في الكليه بالظبط. وتحب الجامعه وتحب المكان، ما تبقاش الكليه كلها ضغط دراسه طول الوقت. صح صح. دي حقيقة فعلا. فحته الاستريس دي بتخلي لو انت حولتها لجزء ايجابي هتخليك ساتسفايد وبتحب المكان وتحب الكليه وتحب تذاكر وتحب تنجح وتبقى كويس وكده. ما الناس بقى عايزه تعرف المعادله ان انا بحولها لشكل ايجابي. حضرتك كنت بتعمل كده ازاي؟ يعني هي كنت الفكره يعني تيجي ازاي بقى يعني؟ ان انت بتعمل بالانس، بتنظم وقتك، عارف كل يوم. يعني ما ينفعش مثلا ايه، انت عارف انا بكره هعمل كذا، بكره ماتش الاهلي والزمالك مثلا الساعه 9، فانا عارف قبل لو هذاكر قبلها ايوه. وخلاص، وهتفرج على الماتش وممكن اقعد شويه اتفرج التحليل بتاع الماتش وبعد كده اذاكر. صح صح. هي دي الفكره. يعني انت بالظبط. بتبقى منظم وقتك، مش مثلا اقول لك انت عندك ايه النهارده، لا انا ما اعرفش، انا صاحي مفيش. كده بدون هدف. ايوه لازم يبقى ايوه. ليك هدف. انت صح. في كل يوم تبقى منظم، تبقى عارف انت هتعمل ايه. اوكي. وانت بتذاكر، لا انا عارف هعمل كذا. انا لما بعد ما اخلص انا بحاول انظم وقتي اكتر. اوكي. عشان كده تتعلم المانجمنت بتاع التايم بتاعك. حاجه خطيره. بس خطيره. ان انت طول ما انت بتعرف تعمل مانجمنت ممكن تعمل 15 حاجه في نفس الوقت. تمام. اما انت لو كده هتلاقي ان انت بتاخد الوقت كله مهم. وما تنجزش حاجه. صح صح. هم دايما طلبة ميديسين يعني، وانا كنت واحد منهم. انا لسه بدرس ميديسين طبعا، مع حضرتك طبعا ده ليا الشرف يعني. شرف ليا. احنا عندنا قصة دايما ان احنا بنذاكر بس ما عندناش فكرة ان احنا ناخد السكيل مثلا بتاعت المانجمنت. مش فاهمين السكيل دي، نفضل زانقين نفسنا، نفضل طول السنة بنلعب ونخرج ومش عارف ايه، ونيجي في الاخر نلبس في حيط قبل الامتحان بيومين ثلاثة. في على النقيض بقى اللي الطالب اللي طول النهار بيضح وطول النهار مش عارف ايه، وما لا بيخرج ولا بيروح ولا بيجي. مفيش البالانس ده غير في ناس قليله جدا. فاحنا عايزين نعلي النسبه ديت هي الفكره ان انت ازاي، يعني حتى تسمع المقوله يقول لك ايه، ده ذاكر اخر السنه وجاب درجات. بالظبط. بس هو بيبذل مجهود اكتر ايوه. ساعه الامتحانات. ايوه. بس هي الفكره ان انت تعمل بالانس. ان محدش انا بيشوف ان انت طول البتاع بتذاكر عادي ومفيش مشكله، وبتعمل انشطه كل حاجه، هتلاقي الدنيا ابسط بكتير من كده. فهي الفكره ازاي تنظم وقتك. صح صح. ازاي ده وقت مذاكره، ده وقت خروج، ده وقت نوم، ده وقت كذا، ده وقت انا بمارس فيه اي نشاط انا بحبه. خلاص بلاش تدفن موهبتك عشان دخلت كليه طب مثلا تقول لا انا خلاص انا
انا انعزلت عن كل حاجه في الدنيا. لا خالص، مفيش دي حاجه. حقيقة فعلا، دي حقيقة. طب هل احنا كنا عايزين برضو نشوف، يعني الناس بتشوف حضرتك دايما على السوشيال ميديا، صح؟ ايطالي، روسي، شوية اسباني، فايه اللغات دي كلها وجات منين والله ويعني؟ بص، عارف انا بحب اللغات يعني جدا. يعني انا مهم. من 10 سنين كنت بفكر اسافر روسيا منحة دكتوراه وكده، فبدأت ايه مهم. اتعلم روسي يعني كده بالممارسة واسمع فيديوهات. بس يعني ربنا ما قدرش ان انا اسافر، بس خدت دكتوراه من القاهرة طبعا، مهم. ما شاء الله. جامعة القاهرة. مهم. بس بدأت أحب موضوع اللغات اوكي. جدا يعني، وعجبني. وبعد من فترة بدأت اخد كورسات عن طريق زوم ايطالي. خدت ليفل زيرو اونو يعني، وماشي فيه وعاجبني يعني. ما شاء بحاول الله. وقت مثلا الفراغ اقعد اسمع ريكورد للمحاضرات ما شاء الله. يعني لقيت الموضوع لذيذ يعني. ما شاء الله. بس ولو في وقت ممكن اتعلم الماني بعد كده، ربنا يسهل دويتش. حسب الوقت دوش. عظيم جدا. بس فشايفها حاجة لذيذة يعني، مم. ان انت تبقى عارف يعني ثقافات كتير وتعرف لغات مختلفة. ده حاجة يعني هواية لذيذة من صح. وجهة نظري يعني. صح، وطالما هو ده الباشن بتاعك، او ان الحته ديت انت. بس هي دي الفكرة، ان انت تبقى حابب الحاجة اللي انت بتعملها صح. ايا كانت. صح، دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. هنخرج من الحته ديت بقى على الحته، برضو حته مهمه جدا، الا وهي ان احنا بنخلص كليه، سواء بقى جايبين امتياز، جايبين جيد جدا، جايبين مقبول، بس ما بنبقاش عارفين هنعمل ايه بعد كده. فاحنا البوينت اللي دايما بتكلم فيها مع الطلبه، لازم نجهز نفسنا من بدري. طب احنا عايزين بقى اورنس من حضراتكم، نجهز من نفسنا بدري ازاي؟ هل مثلا عشان مثلا السفر فنعمل ايه؟ مانجمنت، فالحته اللي حضرتك مثلا عندك اكسبيرينس فيها، ان انت جهزت نفسك في الكليه وطلعت عليها، ان انت مثلا بقيت استاذ دكتور في الجامعه والكلام ده كله. ف بص، انا خلينا نطلع من الموضوع ده، اوكي. هنتكلم في الفرص بتاعتك نفسها بعد ما بالظبط. تتخلص. امم. طب امم. انت ممكن تعين فين؟ هي كلية طب امم. من الكليات اللي فيها ميزة ان فرص العمل فيها كبيرة وفيها مجالات متنوعة. اوكي. يعني انت لو عايز تشتغل بطنة تشتغل بطنة، عايز تمام. اشتغل جراحة اشتغل جراحة. ماليش في البتاع، ممكن اشتغل راديولوجي مع نفسي يعني صح. ايه، صح. تعامل مع عينين قليل، او اشتغل بتاع كلينيكال باثولوجي بتاع تحاليل. يعني. ففيها مجالات اوكي. كتير ممكن اشتغل فيها. اوكي. فانت ايه المجالات اللي قدام الطالب؟ امم. انت ممكن تشتغل في الجامعة. طيب ما اشتغلتش في الجامعة، ممكن اشتغل في وزارة الصحة، في تمام. هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. تمام. طيب ممكن انا مش كده، لا انا ممكن اسافر. مهم. طب انا ممكن اعمل USMLE، اعمل معادله امريكيه، او اعمل بلاب، اعمل معادله انجليزيه، تمام. او اسافر اتعلم الماني في معهد جوتا مثلا، واسافر بعد كده المانيا. انا سامع ان اوروبا محتاجه دكاتره كتير، والمانيا واحنا فاتحه على فكره. فكره احنا بنصدر دكاتره كتير جدا جدا بره، جدا. وعندنا قصص نجاح لدكاتره كتير بره مصر. صح. تمام. صح. فالفكره انت دلوقتي حددت هدفك. ايوه. خلاص انا دلوقتي الطب دلوقتي بقى 5+2، عندي سنتين امتياز. صح. سنتين الامتياز دول ابدا اخد التخصص اللي انا اشوف انا ممكن اتخصص في ايه. مم. هتخصص بطنه، اوكي. انا هقعد احضر. طب انا عارف الاستاذ الفلاني ده شاطر جدا، انا بحضر المرور بتاعه. تمام. طب مم. انا قاعد لازق للدكتور ده بتعلم منه، بحضر، بيجي مرور مثلا يومين في الاسبوع، بحضر المرور بشوف مم. الكيسز. خلاص انا بعد فتره بدات احدد انا حابب البطنه مثلا، انا حابب الجراحه. تمام. خلاص بدات ايه في وده فتره برضو بيبقى الامتياز على دي. حسب تمام. المجموع، الامتياز والكلام ده كله بيفرق انا في التقدير يعني. بيفرق، بس انا كل ما انت بتحب الحاجه اكتر، خلاص دي هتتخصص في وزاره الصحه. فانت خلاص، انا من كتر بتدرب بحضر في عياده الباطنه، بروح بحضر المرور بتاع الباطنه، خلاص انا حبيت الباطنه. لا انا مش حابب الباطنه، فيها مذاكره وفيها حفظ شويه وادويه وبتاع. لا انا ممكن، انا المهارات المانوال سكيلز عندي حلوه. لا انا شكلي انا بتاع جراحه، انا شايف في نفسي مجدي يعقوب، انا شايف في نفسي دكتور جراحه قلب وصدر، صح. انا صح. شايف في نفسي حد بتاع مخ واعصاب. تفتح بقى. فانت في فتره الامتياز دي ان انت بتشوف ايه الحاجه اللي انت بتحبها. طيب مم. انا ممكن فتره الامتياز دي استفيد منها ان انا حددت التخصص اللي انا عايزه. اوكي. ممكن استفيد منها ان مهم. انا اسجل الستيب 1 في المعادله الامريكيه، لو انا بفكر في سكه سفر.
صح. فانا محدد التارجت بتاعي. فانت دلوقتي انت لما بيجي تبعت للاي اس اف ام جي اللي انت ان انت عايز تسافر، فبيبعت للكليه بتاعتك يساله الطالب ده هل هو اتخرج اوريدي جراديويتد ولا انرولد لسه ملتحق بالبرنامج. طب لو هو عشان لسه ما خلصش امتياز، طب لو هو ملتحق بالبرنامج هل هو خلص سنين الدراسه الاساسيه ولا لسه؟ بالظبط. عشان كده بعض الناس ممكن تبدا ستيب 1 دي بعد ثالثه، بعد ما يخلص الاكاديمي. ايوه بالظبط، ليه؟ بتكلم عن لانه يكون لسه فريش، مم. لسه مذاكر الاكاديميك ييرز فياخد ستيب 1. في ناس بتعمل كده. دي حقيقة. فانت طول ما انت ماشي في الكليه انت محدد تارجت ليك اوكي. وبتحاول تحققه، بحاول أحقق. سواء بقى سفر. سواء سفر، سواء ان انت تبقى ناجح في مجالك. صح. خلاص. صح. وعايز اقول مم. النجاح ده، في واحد شايف النجاح فلوس، صح. وعلى فكره الطب من المهن اللي بتجيب فلوس كويسه. في واحد شايف النجاح الاسكس، انه محافظ على المبادئ بتاعته. صح. خلاص، ما عملش اعلان لنفسه بالغلط. وبعض للاسف بعض الحاجات السلوكيات اللي بنشوفها أيوة. ان واحد يعني ممكن يضحك على الناس، لا طبعا صح. ده مرفوض. صح. ان انت في نجاح ان انت الساتسفاكشن، ان انت شايف ان انت من جواك مبسوط. بس انا شايف النجاح كل ده ان انت تبقى ناجح في الثلاث حاجات دي. صح. وقيمة اجتماعية برضو. قيمه اجتماعيه، كل حاجه. ان صح. انت صح. فهو النجاح يبقى فيه بالانس ما بين كل دول، ما لازم يبقاش فلوس بس لا مش فلوس لا بس طبعا. لو الفلوس ده ممكن تبقى او فلوس شطارة بس ومش ساتسفايد من جواك. صح. ممكن صح. فلوس بس ما تبقاش شاطر مش اصلا. شاطر، مش ما فيش الايثكس اللي انت تبقى بعد ما تروح انت راضي على نفسك وراضي باللي انت بتعمله. صح. فهو النجاح كل ده. صح. بس هي بتبقى ساعات بتبقى في حاجه زايده عن حاجه فينا. يعني الواحد ما بيبقاش كامل، يعني الكمال لله وحده طبعا. بس هي الفكره بتبقى كل واحد في حته كده دي بتبقى زايده قوي عنده، فهل يعرف ان هو يعمل عليها كنترول؟ وهل طبعا يعرف يعمل كنترول بحيث ان انت يا سلام لما تبقى ناجح في كل ده يعني وعامل كل الاسبكتس دي هتلاقي الدنيا احسن. صح. دي حقيقه فعلا. طب هل برضو كنا بنتكلم انا واصحابي في الكليه ان احنا هل اليو ار مهم، حاجه زي الكوميونيكيشن سكيلز؟ طبعا. انتربرينور شيب. طبعا الكوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا. اللي هو لان هو مش علينا على فكره مش مهم. انا عارف اللائحه الجديده ما عليهاش درجات وكده بلا، بس اللائحه القديمه كان عليها درجات طبعا. الحاجات اللي هي البرزنتيشن، ازاي تعرف تتكلم عن نفسك، ازاي تقدم وتعمل الشغل بتاعك بشكل كويس. الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي تتعامل مع زمايلك، ازاي تحترم زمايلك، ازاي تحترم اللي اكبر منك. تتعلم ما تغشش، ما تعملش حاجه غلط. ده الكوميونيكيشن سكيلز دي مفيده جدا ليك بعد كده. ده كمان المانجمنت مهمه. انت بعد كده في ناس بعد ما بتخلص طب وهو بيشتغل اداره مستشفى. اداره مستشفى دي مش لازم يبقى خريج طب، ممكن خريج صيدله، خريج اسنان، كذا يبقى مدير مستشفى. فالمانجمنت والكواليتي دي حاجات مهمه جدا وبتفيدك بعد التخرج. ما انت المانجمنت دي في كل حاجه. لو اشتغلت في وحده صحيه انت هتبقى اصغر واحد فيهم وانت المدير بتاعهم، فلازم تتعلم ازاي تتعامل معاهم، ازاي تطلب من حد حاجه ويعملها لك وهو نفسه راضيه، ولا مش بيعملها لك عشان انت المدير بتاعه، لا هو بيعملها لك عشان هو شايفك حد اللي هو مبسوط منك وشايفك قدوه ليه. صح. فدي الفكره. فالحاجات دي طبعا كل ما بتتعلمها هتفيدك بعد كده وتأهلك في سوق العمل وتبقى مطلوب في اماكن كتير. وده هيجهزنا ان شاء الله ان احنا نبقى دكاتره زي حضرتك ان شاء الله. كل النصايح ديت يا رب ان شاء الله. يا رب ان احنا نكون نستفدنا يعني من والجيل النصايح الجديد ديت. هيبقى احسن منا. يا رب يا رب. ان شاء احنا الله. بنتعلم كتير من حضرتك طبعا والله، ويا رب نبقى زي حضرتك يعني، او ربع حضرتك، نص حضرتك يعني. احنا بس كنا هنختم الحلقه ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا معانا. بس هنختم الحلقه مع الدكتور وليد هيقول لنا كوت ديت. الكوت ديت سواء هو اتعلم منها، فرقت معاه في موقف حصل فحد قال له الكود ديت، او قراها في كتاب. فيا ريت حضرتك تبص بقى للكاميرا ديت وتختم معانا بالكود دي. اتفضل. في مقولة لسقراط بتقول: كلما تعلمت أكثر تعرف أنك تجهل أكثر. يعني كل ما الواحد يتعلم يعرف إن في حاجات كتير ما يعرفهاش. فالتواضع هو سمة النجاح. لازم تبقى متواضع عشان تنجح. وآخر حاجة عايز أقولها برضو مقولة لسقراط بيقول: الحياة بدون مغامرة ملهاش معنى. فلازم تغامر عشان تنجح وتبقى كويس. شكرا. شكرا.